بقى كده، شوفي لي جمال المعمر. بصي بصي ما شاء الله، مفلفل مش معجن اهو، وطعمه روعه روعه روعه. بسم الله اهو، شايفه قد ايه جميل. بصي خطير يا جماعه، اعمليه وادعيلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا مع بعض نعمل احلى رز معمر باسهل طريقه، باسرع طريقه. انا لما ببقى مزنوقه هو اسهل حاجه واسرع حاجه انا ممكن اعملها. تعالوا نشوف بنعمله ازاي. جبت الصينيه بتاعتي، دهنتها حته سمنه بلدي، دهنه محترمه كده، وبحبح ايدك ده معمر يعني. الرز بتاعي غسلته ونقعته 10 دقايق، وبعدين هفضيه في الصينيه. وبعدين انا غاليه اللبن بتاعي، هجيب اللبن المغلي احطه عليه. بصي اللبن بيغلي، نقول بسم الله ونحطه. بصي هو انا بعرف مقدار اللبن بتاع المعمر كده بالشكل يعني، مش بعاير له. انت عايزه تعايري، عايري لكل كوبايه رز كوبايه وربع لبن، ده بعد ما تنقعيه. لو مش نقعاه هتعايري كوبايه ونص لبن. بصي هو اللبن بتاعه بيبقى زياده شويه عن الرز العادي عشان هو بيستوي وهو مكشوف، فبيتبخر منه سوائل. انا كان عندي حته قشطه اللي هي وش اللبن دي، وعندي شويه كريمه اللي هي الكريمه السوري دي، ايا كان اسمها ايه يعني. هحط شويه كريمه على شويه القشطه كده. في ناس بتحبه بالزبادي، انا بحبه بالزبادي يا جماعه والله، بس جوزي مش بيحبه بالزبادي، فانا طبعا بعمله على حسب رغبه الحاج صاحب البيت. هقلب بقى الكريمه والقشطه دول سوا، عشان دول اللي هيعملوا لي الوش والطعم الغني بتاع المعمر. طبعا ما تنسيش الملح، انا كنت ناسيه اجيبه جنبي، فالملح اهو. بعد ما هنحط الملح هنبدا ان احنا نقلب الملح، وقلبيه كويس، عشان انا اول ما اتجوزت كنت بنسى اقلبه كويس، وكان بيبقى حته مالحه وحته مش مالحه. قلبيه كويس. بصي انا قلبته كويس، وبعدين فتحت الفيديو تاني اهو. زي ما انت شايفه كده، هو ما شاء الله عايم في اللبن، هو ده اللي احنا عايزينه، مش يا دوبك اللبن يغطيه وتشيل ايدك، لا. بصي انا لما بحط كده، بصي مقدار عقله الا ربع اهو. ده عشان ايه؟ عشان هو منقوع. لو مش منقوع يبقى مقدار عقله. يعني انت ممكن تعملي اللبن عادي من غير ما تنقعيه، مفيش اي مشكله لو مستعجله، بس تزودي بقى اللبن شويه. هنبدا نحط بقى القشطه والكريمه بتاعتنا دي. انا حطيت القشطه والكريمه بتاعتي. انت عايزاه بقى دسم وطعم كده وابن ناس، هتزودي له كمان شويه سمنه بلدي كده، بس مش كتير بقى خلاص، يعني اللي هو قيمه معلقتين مثلا. طبعا الناس هتقول لي هو معلقتين سمنه بلدي مش كتير. بصوا يا جماعه، المعمر معروف ان هو من الحاجات الدسمه اللي بتتعمل بسمنه وقشطه وحاجه كده كلها كالوريز يعني. عشان تعمليه صح تحطي له حاجته صح. انت عايزه تقللي قللي مفيش مشكله، بس مش هيطلع معاكي بالدسم اللي انت منتظراه. بصي انا كده المعمر بتاعي جاهز، وانا مسخنه الفرن على اعلى درجه، مشغلاه من تحت ومن فوق. وهحط المعمر على الرف اللي في النص، وهسيبه شغال من فوق لحد ما وش المعمر يتحمر معايا كويس قوي. هطفي بقى واسيبه بس من تحت عشان يكمل تسويته، ونشوفه بعد ما يطلع. بصي المعمر بتاعي في الفرن اهو، اخد اللون. هنطفي بقى الشوايه ونسيبه يكمل تسويته بقيه اللون بتاعه من تحت. بصي المعمر في الفرن ما شاء الله قمر. انا طفيت من فوق بقالي حوالي 10 دقايق، ده من تحت بس، ومشغله المروحه. تعالوا نشوف صينيه المعمر عامله ازاي. نقول بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شايفين القمر؟ قمر. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. انا زي ما قلت لكم ولعت في الاول فوق وتحت، وحطيتها على الرف الاوسط لحد لما وشها اتحمر. هديت لها طفيت من فوق وسبت النار من تحت بس، وشغلت لها الشوايه، وشغلت لها قصدي المروحه شويه حوالي 10 دقايق، وبعدين طفيت المروحه وسبتها شويه لحد ما استوت. اخدت بصوا هنا كده، اخدت من الرز اهو، دخلت شوكه كده واخدت من الرز وتاكدت ان هو استوى وطلعتها، وطلعت روعه. دلوقتي بقى اغرف لكم منها وافرجكم. تعالوا بقى نغرف المعمر ونشوف ايه الاخبار. انا سبته استريح شويه، غطيته سبته استريح شويه بصراحه على ما جهزت بقيه الاكل. بصوا بقى، بصوا ما شاء الله. شوفوا من تحت، اوريكم من تحت اهو، ده من فوق وده من تحت، ما شاء الله تحفه. بصي شكل المعمر، بصوا اهو، حاجه كده قمر 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 اهو. بصي مفلفل مش معجن، وطعمه فعلا فعلا روعه.